السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم من جديد عباقرة جريد 6. عاملين ايه؟ الحمد لله على السلامه. اهلا بكم في الترم الثاني. معاكم مستر باسل لاول مره السنه دي على اليوتيوب في منهج جريد 6. طبعا لو انت طالب في جريد 6، سواء كنت معايا في سنتر، معايا في اونلاين، سواء كنت انت اول مره تشوفني، فمرحبا بك يا غالي. باذن الله النهارده هنكسر منهج جريد 6. بص بقى كده، اولا سعادتك خدنا المره اللي فاتت مع بعض، خدنا ليسون 1 و2، وباذن الله النهارده هناخد مع بعض ليسون 3. لو اصلا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على حاجه اسمها ديفايدنج فراكشن. طيب، المره اللي فاتت يا حبيبي خدنا مع بعض ازاي بتعمل ديفايدد، يا اما عن طريق الموديل يا اما عن طريق كي تشينج فليب. النهارده باذن الله مش هنتكلم في كلام جديد، كل الكلام اللي احنا اتكلمناه قبل كده هنكمله تاني النهارده، وكمان هناخد عليه حته صغيره جدا جدا جدا. طيب بالراحه كده يا مستر بس. اولا بص يا حبيبي، عندي مثلا دلوقتي الصوره دي، بص بقى، عندي مثلا دلوقتي اي فراكشن في الدنيا، الفراكشن اللي عندك ده بيكون حاجه اوفر حاجه، كمثلا صوره الفنان الكبير عادل شكل اوفر الديك الرومي، تمام كده؟ طيب الفراكشن ده سعادتك طبعا زي ما انت عارف اللي فوق ده عندنا بنسميه ايه؟ هتقول لي والله يا مستر اللي فوق ده عندنا بنسميه نيميريتور، تمام. واللي تحت ده يا مستر عندنا بنسميه ايه؟ هتقول لي والله يا مستر اللي تحت ده عندنا بنسميه دينومينيتور. اوكي، وبعدين يا مستر باسل، لو انت سعادتك جبت الفراكشن وعملت له فليب، يعني خليت اللي فوق تحت وخليت اللي تحت فوق، كده انت عملت له فليب، صح كده؟ عملت له ايه؟ عملت له فاب. النهارده باذن الله هنغير كلمه فليب. مش انا كنت بقول لك السيشن اللي فات عشان خاطر تعمل ديفايدد بتعمل كي بتشانج فليب، لو اعكسها الفراكشن ده بنسميه ريسيبريكال للفراكشن ده، بنسميه ايه؟ بنسميه عندنا ريسيبريكال للفراكشن ده. يبقى كلمه فليب دي يعني ايه؟ يعني ريسيبريكال. فانا النهارده بدل ما اقول لك اعمل فليب هقول لك سعادتك هات الريسيبريكال. في بعض الطلاب بتقراها ريسيبروكال، طبعا غلط. مش عارف ريسيبوركال، طبعا غلط. انت معايا ريسيبريكال، يلا ريسيبريكال، تمام. تاني ريسيبريكال. طيب افرض مثلا دلوقتي يا مستر بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي رايت ذا ريسيبريكال اوف اتش اوف ذا فولوينج. ايه بقى يا مستر باسل؟ 4 اوفر 9، يعني اعمل لها فليب اللي هي عكسها كام؟ عكسها 9 اوفر 4. ماشي، اللي بعدها لو قال لك مثلا دلوقتي يا مستر ايه بقى؟ قال لك مثلا دلوقتي 1 اوفر 15، ها شقلبها، يعني ايه؟ يعني 15 اوفر 1. تمام. قال لك مثلا دلوقتي يا مستر ايه تاني؟ ايه 15، تعالى كده ثانيه، 15 اوفر 1. قال لك مثلا يا مستر باسل دلوقتي 9. خد بالك من حاجه، مش انت اصلا عارف ال 9 ده هو نمبر؟ ايوه، بس كانه 9 اوفر كام؟ هتقول لي يا مستر كانه 9 اوفر 1. ايوه اعكسه، عكسه يا مستر كام؟ عكسه يا حبيبي 1 اوفر 9. طيب لو عندنا مثلا دلوقتي 1، مش ال 1 دي كانها 1 اوفر 1؟ هتقول لي ايوه، عكسها يا مستر 1 اوفر 1 برضو. طبعا بالمناسبه 1 اوفر 1 هي 1 اوفر 1، هي يا مستر ايكوال 1. وبالمناسبه لو سألك النمبر اللي لما تيجي تعمل له ريسيبريكال يطلع هو هتقول له ال1 او الايه؟ او عندك النيجاتيف 1 برضه نفس الكلام. طيب ال9، مش ال9 دي كانها 9 اوفر 1؟ هتقول لي ايوه، عكسها 1 اوفر 9. تمام. اللي بعده مسحناها كمثلا، خليها مثلا نيجاتيف 1. ايه يا مستر عكسها يا مستر؟ مش دي كانها نيجاتيف 1 اوفر 1؟ عكسها 1 اوفر نيجاتيف 1 اللي هي برضو قد ايه؟ اللي هي برضو نيجاتيف 1. وبالمناسبه انت اصلا مش عارف يعني نيجاتيف ولا انت عارف؟ لا طبعا انت عارف من الترم اللي فات. تمام. افرض قال لك مثلا زيرو، تعال، مش الزيرو ده يا حبيبي كانه ايه؟ كانه 0 اوفر 1. ايوه يا مستر، اعمل ايه؟ اعكسه، عكسه ايه؟ 1 اوفر 0. وللاسف مفيش حاجه عندنا اسمها 1 اوفر 0، عشان كده النمبر الوحيد اللي ما عندوش ريسيبريكال اللي هو مين؟ اللي هو عندنا الزيرو. تمام. مستر 4 اوفر 3 عكسها ايه؟ عكسها والله يا حبيبي 3 اوفر 4. وخلصت على كده. كده احنا عرفنا يعني ايه ريسيبريكال. يعني ايه؟ يعني لو عندنا حاجه اوفر حاجه عايزين نعكسها، بنخلي النيميريتور دينومينيتور وبنخلي الدينومينيتور نوميريتور، يعني بنخلي اللي فوق تحت وبنخلي اللي تحت فوق، بس كده. دلوقتي كده هنتكلم مع بعض على ازاي تعمل ديفايدنج بالفراكشن تاني زي ما خدناها برده المره اللي فاتت. بص بقى كده، الزيتونه والليمونه وكل حاجه. ملخص الموضوع ده كله يا مستر باسل، عشان خاطر تعمل ديفايدد بالفراكشن قول معايا كي بتشانج فلاب. تاني كي بتشانج فلاب، ها كي بتشانج فلاب. تاني كي بتشانج فلاب، كي بتشانج فلاب. تاني كي بتشانج فلاب. يعني ايه مستر باسل الكلام ده؟ كيب يا حبيبي يعني انت هتخلي اول نمبر ينزل زي ما هو، اللي هو ايه؟ اللي هو عندك 2 اوفر 15 مهما كان النمبر. تاني كيب يعني ايه؟ خليه زي ما هو. ماشي. تشينج يا مستر يعني ايه؟
يعني هتمسك الديفايدد دي يا حبيبي تخليها تايمز، تعمل لها فلاب، لا تعملها تشانج. اوكي، فلاب يا مستر يعني ايه؟ يعني 3 اوفر 5 تجيب لها الريسيبريكال بتاعتها اللي هي ايه؟ اللي هي 5 اوفر 3. تمام. وبعدين يا مستر باسل، والله انت عارف يا حبيبي اصلا احنا ازاي بنعمل تايمز من زمان خالص من جريد 5. اللي هو يا مستر باسل ازاي؟ اللي هو سعادتك انت بتمسك القلم الاحمر بتاعك تقوم عامل اللي فوق مع بعض واللي تحت مع بعض تايمز عادي خالص. يعني ايه؟ يعني 2 تايمز 5 وتحسبها اللي هي ب 10، و5 تايمز 3 اللي هي بكام؟ 15. تقول لي والله يا مستر هذا هو الحل بتاعي، خلص على كده الحمد لله رب العالمين. بالمناسبه لو قال لك اعمله سمبليفاي يعني حطه ان سمبلست فورم، هتبدا تفكر اولا ازاي بتعمل سمبليفاي الفراكشن اللي عندك. بص بقى، هتبدا تبص الفراكشن اللي عندك ده وهتشوف النمبر اللي فوق عندك والنمبر اللي تحت هما الاثنين ينفع يتعمل لهم ديفايدد كام. تاني هتبص عندك للفراكشن وهتبدا تسال نفسك دلوقتي السؤال، هو النمبر اللي فوق اللي هو ال 10 والنمبر اللي تحت اللي هو ال 15 هما الاثنين تعرف تعمل لهم ديفايدد كام؟ هتقول لي مثلا يا مستر باسل ديفايدد 2 ديفايدد 2. هسالك بالله عليك هل ينفع ال 10 ديفايدد 2؟ هتقول لي ايوه يا مستر. طب هل ينفع 15 ديفايدد 2؟ هتقول لي يا مستر 7.5. هقول لك لا، انا بتكلم كهول نمبر. تقول لي مستر مش هينفع. لا، فكده عندنا ال 2 مش هتنفع. هنجرب ال 3 ديفايد ال 3 ديفايد ال 3 برضه مش هتنفع. هنجرب الايه؟ ال 5. اشمعنى بقى يا مستر ال 5؟ عشان خاطر انا عندي بجرب البرايم نمبر. بص كده بجرب الايه؟ البرايم نمبر. يعني ايه؟ يعني بجرب يا اما ال 2 يا اما ال 3، او خلينا بجرب النمبرز عامه مش شرط البرايم عادي. يا اما ال 2 يا اما ال 3 يا اما ال 4 يا اما ال 5 يا اما ال 6 وهكذا. قلنا ال 2 مش تنفع مع الاثنين، 3 مش تنفع مع الاثنين، 4 مش تنفع مع الاثنين، ال 5 دي يا مستر بس هتنفع مع الاثنين. يبقى هعمل بقى كده فوق ديفايدد 5 وتحت ديفايدد ايه؟ 5. هعمل اهو ديفايدد 5 اهو ديفايدد 5 هو ديفايدد 5. 10 ديفايدد 5 ايكوال عندنا كام؟ ايكوال عندنا 2 اوفر 15 ديفايدد 5 ايكوال عندنا 3 وخلص على كده. ده كده عندنا مستر النمبر ان سامبلست فورم. طيب افرض قال لك برضه هنا اعمل ديفايدد، حلها يا مستر باسل ازاي؟ الموضوع عندنا بكل سهوله يا حبيبي، بتعمل كيب تشينج فليب. بتعمل ايه؟ كيب تشينج فليب. تاني كيب تشينج فليب يعني نزل 2 اوفر 3 زي ما هي اهو، ادي 2 اوفر 3. امسك الديفايدد خليها تايمز 1 اوفر 6 اعمل لها فليب اعكسها خليها ايه؟ خليها 6 اوفر 1. يلا اعمل تايمز عادي. يلا 2 تايمز 6 ايكوال كام؟ هتقول لي ايكوال 12. وبعدين 3 تايمز 1 ايكوال كام؟ 3. طبعا بالمناسبه 12 اوفر 3 يعني 12 ديفايدد 3 ايكوال يا مستر كام؟ ايكوال يا حبيبي 4. ولو انت سبتها زي ما هي مش عيب ولا حرام. طيب السؤال اللي بعده نفس الكلام بسرعه. عايز اعمل ديفايدد، حلها يا مستر مثلا ازاي؟ اعمل كيب تشينج فليب. يلا اعمل 4 اوفر 5 خلي الديفايدد تايمز 2 اوفر 1. يلا يا مستر باسل 4 تايمز 2 ايكوال 8. 8 اوفر كام؟ 5 وخلصت على كده. هل يا مستر باسل ده الحل بتاعي؟ ايوه صح مفيش اي مشكله عادي 8 اوفر 5. مستر لو سمحت، في بعض المدرسين بيكتبوا النمبر ده الميكسد نمبر يعني بيخلوه حاجه عند حاجه اوفر حاجه. ازاي يا مستر اعملها زيه؟ بص يا سعادتك، عندك دلوقتي 8 اوفر 5 دي معناها اصلا ده معناها يعني معناها 8 ديفايدد 5. استاذنك استئذان صغير جدا جدا في الدرافت بتاعتك على جنب، ممكن بس تعمل لي 8 ديفايدد 5؟ هتقول لي يا مستر ممكن. هي 8 ديفايدد 5 ايكوال كام؟ ريميندر كام؟ ايه ايكوال كام؟ ريميندر كام؟ يعني دلوقتي بسالك كام؟ ايوه 5 تايمز كام يديني 8. تقول لي والله يا مستر مفيش، بس 5 تايمز كام يديني حاجه قبل ال 8. يلا نسمع مع بعض. تعالى 5 تايمز 1 ايكوال 5 قبل ال 8. 5 تايمز 2 ايكوال 10 قبل ال 8. لا بعدها انا عاوز 5 تايمز حاجه يديني قبل ال 8. يا مستر 5 تايمز 1 يبقى اكتب كده هنا 1. اسال سؤال تاني، هل 5 تايمز 1 سعادتك ايه؟ هل 5 تايمز 1 اديتك 8؟ تقول لي لا يا مستر اديتني كام؟ اديتني 5 مش 8. فكده عندنا الفرق ما بين ال 5 وال 8 كام؟ تقول لي 3. كده عندنا بنسميها ريميندر 3. وبعدين يبقى انت لو عاوز تعرف هو كام ريميندر كام بتعمل الطريقه دي، الرقم ده تايمز كام يديك ده او قبلها اللي قبلها طلع الباقي ريميندر. وبعدين يا مستر باسل انا برضو يا مستر ما اعرفش ازاي يا مستر خليه برضو ميكسد نمبر. هقول لك بصراحه مش انت اصلا عرفت تعمل ديفايد بالريميندر؟ ايوه يا مستر باسل. وبعدين خد كده ده اكتبه زي ما هو. يعني ايه؟ يعني 1 زي ما هي اهو ايكوال 1. اس 3 حطها زي ما هي. مش ده 5 اللي هو الدينومينيتور خليه تحت زي ما هو. خلصت. ايه يا مستر ايه السهوله دي؟ يعني انا لو عاوز امسك عندي اي فراكشن امبروبر
يعني اللي فوق اكبر من اللي تحت وعايز اخليها ميكسد نمبر، اعمل الطريقه دي؟ ايوه هعمل الطريقه دي، والله اعمل الطريقه دي عادي. طيب السؤال اللي بعده يا مستر باسل، ازاي يا مستر نحل يا مستر ده؟ تعالى تعالى تعالى. وانا بحل معاك السؤال ده هقول لك على سر ان انت ممكن تعمل سمبليفاي اصلا من قبل ما تحلها. ازاي؟ مش انت سعادتك بتعمل كي بتشنج فلاب، يعني بتنزل 45 زي ما هي واصلا كانها 45 اوفر 1، حلو، وبتخلي الديفايدد تايمز، تمام، وبعدين بتعمل عندك فليب يعني هي 9 اوفر 10 فهتخليها 10 اوفر 9، تمام، 10 اوفر 9. في طالب متخلف عقليا هيعمل ايه بقى سعادته؟ هيقوم عامل دي تايمز دي ودي تايمز دي، وفي الاخر ما يعرفش يحلها عشان خاطر طبعا ما يعرفش يعملها سمبليفاي اللي هو محتاج. بس انا عايز احلها واعمل لها سمبليفاي. احلها عندي ازاي بقى؟ بص بقى سعادتك، في علاقه ما بين واحد فوق في النيميريتور واحد تحت في الدينومينيتور، شايف كده؟ ال 45 وال 9 هما الاثنين ينفع يتعملوا ديفايدد كام؟ لو انت ساعتك دلوقتي فكرت هما الاثنين ينفع يتعمل لهم ديفايدد 9، يعني ايه؟ يعني ساعتك دلوقتي هتقول ينفع دي ديفايدد 9 وينفع دي ديفايدد 9. تعالى 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 بص بقى، 45 ديفايدد 9 ايكوال 5، يعني ممكن تكنسل دي كده تحط مكانها 5، و9 ديفايدد 9 ايكوال 1، كنسل احط مكانها 1، واعمل تايمز عادي بقى. يعني ايه؟ مش انت خلاص عملت سمبليفاي؟ بس بالمناسبه عشان خاطر تعمل سمبليفاي لازم يكون نمبر فوق ونمبر تحت وبينهم تايمز. تاني لازم يكون ايه؟ نمبر فوق ونمبر تحت بينهم تايمز. تاني لازم يكون نمبر فوق ونمبر تحت بينهم تايمز. كانك بتعمل سمبليفاي بعد ما خلصت، بس دي بطريقه اشيك شويه. فكده اصبح عندنا 5 تايمز 10 ايكوال 50، حلو، 1 تايمز 1 ايكوال 1. طب لو انت مش فاهم انا عملت ايه، سعادتك هتمسح كل الهبل اللي انا عملته دلوقتي ده، تمام كده؟ امسح يا مستر باسل كل هذا الهبل اللي ملوش لازمه يا مستر، علم لا ينتفع به، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ وبعد ما انا مسحت كل هذا الهبل، سعادتك هتحل عادي خالص بالعقلانيه بتاعتك انت، بعقلك اللي هو ايه؟ العبقري جدا ده. هتحلها بقى يا مستر باسل ازاي يا حبيبي؟ والله يا حبيبي هتعمل ايه؟ هتعمل عادي كي بتشنج فليب وتبدا عادي تحل خالص. يعني ايه؟ يعني سعادتك هتعمل كيب، يعني تنزل 45 اوفر 1 زي ما هي، تخلي ديفايدد تايمز، وبعدين تعكس هتخليها 10 اوفر 9، وتعمل بقى 45 تايمز 10 ايكوال 450. ادي 450، 1 تايمز 9 ايكوال 9، و450 ديفايدد 9 ايكوال 50، وخلصت على كده. لو انت عجبك الطريقه الثانيه قول لي يا مستر انا جامد جدا في الكومنتات. لو انت عجبك الطريقه دي قول لي يا مستر انا متخلف عقليا جدا في الكومنتات برضه. هنشوف هل يا ترى انت جامد جدا ولا متخلف عقليا. طيب اللي بعده، عايز يا مستر احل دي، حلها ازاي؟ نفس الكلام، انت مش بتتعلم ولا ايه؟ اعمل كي تشينج فليب، ايه كي تشينج فليب، تمام. نزل 11 اوفر 1 زي ما هي، تشينج 7 اوفر 11 زي ما هي، يلا دي تايمز دي 77 over 1 times 11 equal 11، 77 divided 11 equal 7. لو انت طالب عبقري مش متخلف عقليا هتعمل ايه؟ هتكنسل دي مع دي، عارف ليه؟ عشان دي divided 11 دي برضه divided 11 زيها، هيبقى equal 1 equal 1 هيبقى 7 over 1 اللي equal كام؟ equal 7. ماشي اللي بعده يلا. نمبر اف نفس الكلام، او لتر اف، نزل 8 زي ما هي، اعمل تايمز 5 over 3، دي كانها over 1، التايمز 5 equal 40 over 3. احنا اتفقنا دلوقتي اتفاق عشان خاطر تخليها عندك ميكسد نمبر بتعمل 40 ديفايدد 3. قول لي في الكومنتات لو سمحتي ايكوال كام، ريميندر كام، او انت حلها لوحدك الاول وبعدين تشوف انا هحلها صح ولا غلط. تعالى ادي 40 ديفايدد 3 ايكوال كام؟ هتقول لي والله يا مستر 3 تايمز 10 ايكوال 30، 3 تايمز 11 33، 3 تايمز 12 36، 3 تايمز 13 39، 13 وريميندر يا مستر كام؟ مش 3 تايمز 13 سعادتك 39، هل دي 39؟ لا يا مستر دي 40، فكده بقى كام؟ بقى 1، كده ريميندر 1. فكده عندك هحولها ازاي بقى الميكسد نمبر؟ تعمل 13 and 1 over 3، 1 over 3 اهي بس، وخلصت على كده. طيب الجزء اللي بعده في الدرس سعادتك ايه بقى؟ ان احنا عندنا كلمه اسمها اوف. اوف دي يعني ايه؟ بص بقى، الجزء ده عندنا اخر جزء في الدرس، لو انت فهمتها تبقى عبقري جدا 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 سعادتك. ايه بقى يا مستر باسل؟ بص يا حبيبي، بقول لك مثلا دلوقتي مامتك بتقول لك يا ولا يا زعبله، ايوه يا ماما سامعك لو سمحت يا ماما قولي لي، بتقول لك يا ولا يا زعبله هو هاف ال 10 كام؟ هاف اوف 10 كام؟ يعني 10 نصها كام؟
هتقول لي يا مستر هو انا بطيخه ولا ايه؟ انا مش بيج ووتر ميلون يا مستر. من غير ما افكر اصلا هاف اوف 10 ايكوال 5، يعني نص ال 10 كام؟ 5. ده يا مستر سؤال كي جي 1 ماث يا مستر، من غير ما افكر اصلا. بص ماشي، صدقك ما عنديش مشكله. تقدر تقول لي هاف دي معناها ايه؟ تقول لي يا مستر معناها 1 اوفر 2. ايوه اوف يا مستر، يعني اوف عادي يا مستر. 10 ايكوال 5، انت قلت ايكوال 5 صح؟ يعني نص ال 10 5. تقدر تقول لي تحلها ازاي بالستبس؟ تقول لي يا مستر اعوذ بالله مش فاهم. لا يعني انت دماغك عملت ايه بالستبس يا ولد؟ هتقول لي يا مستر ال 10 قسمتها على الاثنين، عملتها ديفايدد 2. او ضربتها في هاف، عملتها ملتبلاي تايمز هاف، صح كده؟ يعني انت ممكن تقول لي ان انت عملت ايه؟ ان انت سعادتك عندك عملت هاف، ايوه عملت هاف تايمز 10، صح كده؟ طيب هتقول لي والله يا مستر مش ال 10 كانها 10 اوفر 1. ادينا بنجرب، ما اعرفش صح ولا غلط، لسه بنجرب يعني. وبعدين تقول لي والله يا مستر 1 تايمز 10 ايكوال 10، 2 تايمز 1 ايكوال 2، 10 ديفايدد 2 ايكوال 5. ايه ده يا مستر؟ سبحان الله اللي فات. طالب دلوقتي عبقري، عبقري جدا والله، هيقول في دماغه يعني كلمة حاجة اوف حاجة معناها حاجة تايمز حاجة. يعني هاف اوف 10 معناها هاف تايمز 10. يعني مثلا هاف اوف 20 هاف تايمز 20 بيديني 10. تمام؟ طب مثلا كوارتر اللي هي ربعها، كوارتر اوف 10 هتقول لي كوارتر تايمز 10. طب زي مثلا 1 اوفر 3 او مثلا فورث اوف 22، يعني هي طبعا فورث دي يعني ايه؟ يعني 1 اوفر 4 يعني ربعها، صح؟ هتقول لي 1 اوفر 4 تايمز 32 خلصت، وهكذا. يبقى كلمه اوف دي عندنا في الماث حاجه اوف حاجه معناها حاجه ايه؟ حاجه تايمز حاجه. يعني ايه؟ يعني 1 اوفر 3 اوف 2 اوفر 3، يعني 1 اوفر 3 تايمز 2 اوفر 3. يلا 1 تايمز 2 ايكوال 2، 3 تايمز 3 ايكوال 9. خلصت. اللي بعده يا مستر بس. يلا 3 اوفر 4 اوف 4 اوفر 3. يلا بسرعه تعالى اعمل تايمز، يلا تعالى. ها 3 تايمز 4 ايكوال 12. ها 4 تايمز 3 ايكوال 12. هو صح، اي حاجه اوفر نفسها ايكوال صح 1. عبقري والله، صح صح صح. صح كده. بقى انت لاحظت حاجه، ان اي حاجه تايمز الفليب بتاعها بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا 1. يعني 1 اوفر 2 تايمز 2 اوفر 1 1. طب 3 اوفر 4 تايمز 4 اوفر 3 1. طب الاستاذ عادل شكل، بص كده، الاستاذ الكبير، تعالى ثانيه، الاستاذ الكبير عادل شكل اوفر الديك الرومي بتاعه تايمز، بص ايه تايمز اهو، تعالى 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 والله تعالى، تايمز الديك الرومي بتاعه اوفر الاستاذ الكبير عادل شكل ايكوال كام في الاخر لو تايمز بعض؟ ايكوال 1. يبقى اي حاجه تايمز الريسيبريكال بتاعتها ايكوال كام؟ ايكوال 1. تمام؟ يعني لو قلت لك مثلا في الامتحان، قلت لك مثلا بطيخ، انا حاسس ان هي مانجا مش بطيخ، اوفر مين؟ اوفر انت يو تايمز كام ساعتك؟ ايكوال 1. هتقول لي يا مستر بطيخه اوفر انا ايكوال انا اوفر البطيخه ايكوال 1. يبقى اي حاجه تايمز الريسيبريكال بتاعتها ايكوال كام؟ ايكوال 1. نرجع بقى يا مستر الموضوع يا مستر بتاعنا الجميل قوي ده، الدرس الممتع السهل قوي ده. طيب افرض قال لك دلوقتي نفس الكلام بالظبط، قال لك 5 اوفر 9 اوف 36، يعني 5 اوفر 9 تايمز 36 اوفر 1. اعمل تايمز عادي، اعمل تايمز عادي وحلها، او انت ممكن تعمل سمبليفاي دي مع دي وتحلها. لو سمحت حلها واديني الحل في الكومنتات. تمام؟ طيب نفس الكلام يا مستر باسل، وحلها بس. نفس الكلام يا مستر باسل، 1 اوفر 4 تايمز 32 اوفر 1. يلا 1 تايمز 32 ايكوال كام؟ 32. 32 اوفر 4 ايكوال كام؟ ايكوال عندك 8. وخلصت. تعالى كده هنلعب بس كده دلوقتي لعبه، وبعدين بس نكمل مع بعض بعد هذه اللعبه الجامده قوي دي. اللعبه بتقول لك ان انا عاوز دلوقتي اعمل 5 اوفر 8 ديفايدد 2 اوفر 20. حلها عندي ازاي؟ عندي عادي بكل سهوله على جنب بس كده اهو، ادي 5 اوفر 8. طبعا بعمل كيب تشينج، يعني بنخلي عندنا ديفايدد تايمز، صح كده؟ ادي تايمز، مش هي 2 اوفر 20 عكسها ايه؟ عكسها عندنا 20 اوفر 2. طبعا من حقك تعمل سمبليفاي قبل ما تحلها، بس عادي براحتك. تمام يا مستر باسل؟ وبعدين ان انت اصلا ممكن تعمل ايه بقى يا مستر باسل؟ ال 20 دي وال8 هما الاثنين ينفعوا ديفايدد كام؟ هما الاثنين ينفعوا ديفايدد 4 مره واحده، فانا ممكن اعمل ديفايدد 4 ديفايدد 4 ديفايدد 4. اصبح عندي ال5 تنزل زي ما هي اوفر ال8 عندنا بقت 2 تايمز ال20 عندنا بقت 5
over 2. طبعا 5 times 5 equal عندنا 25. تمام. وعندنا يا مستر 2 times 2 equal عندنا 4. كده اصبح الحل عندنا 25 over 4. هنمسح بس دي ونبدا نختار ونشوف عندنا هيطلع صح ولا غلط. اوه صح، اجابه صحيحه. طيب السؤال بسرعه اللي بعده، جهز بسرعه ورقتك وابدا العب معايا شوف انت هتحلك صح ولا غلط. تمام كده؟ يلا تعال اتفضل. السؤال عندك بيقول لك 6 over 8 تمام divided 6 over 17. طيب نحلها عندنا ازاي بسرعه يا مستر باسل؟ نفس الكلام بالظبط، كيب تشانج فلاب. يلا 6 over 8 تنزل زي ما هي، ادي عندنا 6 over 8 ديفايدد نخليها تايمز. يلا 17 over 6. تعالى واحد عبقري هيقول لي والله يا مستر باسل ممكن نعمل سمبليفاي ازاي عندنا؟ هنكنسل ال 6 مع ال 6. عارف ليه؟ عشان ديفايدد 6 ديفايدد 6 ديفايدد 6 دي هتطلع 1 ودي هتطلع 1. اصبح عندنا 1 تايمز 17 equal 17 over 8 times 1 equal 8. كده عندنا 17 over 8. هذا هو الحل بتاع 17 over 8. لو انت عملتها صح وقف الفيديو وساعتك اكتب في الكومنتات انا جامد جدا وحليتها صح. تمام؟ اتفضل هنجرب ونشوف. تعالى فعلا 17 over 8. طيب السؤال الاخير بسرعه معانا. تعالى يلا تعالى. السؤال بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول لك سعادتك ان انت عندك دلوقتي 5 over 17 divided 5 over 6. نفس الكلام بالظبط، هتعمل كيب تشانج فليب. ايه كيب تشانج فليب؟ كيب تشانج فليب. تعالى كيب يعني ينزل زي ما هي 5 over 17. تعالى تشانجي يعني خلي ديفايدد خليها تايمز. تعالى 5 over 6 اعكسها خليها 6 over 5. تعالى واحد عبقري هيقول لي يا مستر كنسل اتبقى 6 over 17 وخلصت. هنجرب دلوقتي نختار 6 over 17 ونشوف صح ولا لا. اخيرا الاجابه صح. الحمد لله على السلامه. اخر صفحه في الدرس عندنا هنحلها مع بعض وخلاص، بس كده خلصت على كده. واخيرا خلصنا مع بعض ليسون 3 وان شاء الله تكون انت جامد جدا في الدرس السهل قوي ده. بص بقى سعادتك، بيقول لك دلوقتي هي لو سمحت 1 over 3 ايوه تايمز كام يديني 1 هول. تاني 1 over 3 تايمز كام يديني 1 هول. تاني 1 over 3 تايمز كام يديني 1 هول. مستر مش عارف الصراحه، انا عمري في التايم تيبل ما اعرف حاجه تايمز حاجه يديني 1 غير ال1. بس اعمل ايه؟ احنا قلنا من شويه ان اي نمبر تايمز الفليب بتاعه بيديني 1. يعني 1 over 3 تايمز 3 over 1 ايكوال 1 هول. عارف ليه؟ عشان خاطر 1 تايمز 3 ايكوال 3 1 تايمز 3 ايكوال 3 و3 over 3 ايكوال 1 هول. يعني من اخر سعادتك اي نمبر تايمز الفليب بتاعه ايكوال 1. تاني اي نمبر مش حافظه والله تايمز الفليب بتاعه ايكوال 1 عشان خاطر طبعا بتقعد تكنسل وتعمل الكلام ده كله. طب اللي بعده يا مستر باسل نفس الكلام بالظبط، اي نمبر تايمز الفليب بتاعه ايكوال 1. طيب اللي بعده اي نمبر تايمز الفليب بتاعه ايكوال 1. نفس الكلام مكرر بالظبط، اي نمبر تايمز الفليب بتاعه ايكوال 1. ماشي. افرض بقى يا مستر باسل قال لي النمبر ديفايدد كام يديني 1. انت عارف ان اي نمبر ديفايدد نفسه يديني 1، بمعنى انت عارف ان 5 ديفايدد 5 ايوه يديني 1. 10 ديفايدد 10 يديني كام؟ يديني 1. بطيخه ديفايدد بطيخه يديني كام؟ 1. فعندك 4 over 3 ديفايدد كام يديني 1. ديفايدد برضه يا مستر قصدي 3 over 4 ديفايدد كام؟ ديفايدد برضه يا مستر 3 over 4 اللي هي نفسها. يبقى كده عندنا اي نمبر ديفايد نفسه بكام؟ 1. ايه بقى المشكله عندك؟ لو قال لك كام، طبعا السؤال طبعا ده مكتوب غلط ما علينا امسحه. لو قال لك كام ديفايدد ده يديك ده، هتعرفها منين؟ بص بقى، لو اداك سؤال بيسالك على ده وانت مش عاوز تخمن، هل يا ترى هتعمل ايه؟ هتخترع سؤال من دماغك. بمعنى ايه؟ بص بقى، بمعنى سعادتك دلوقتي هتقول لي حاجه، هتقول لي اخترع اي سؤال فيه ديفايدد. اي ايه؟ سؤال فيه ديفايدد، كمثلا 6 ديفايدد 2 equals 3. تمام يا مستر؟ بعدين هو هنا عندك خبى اول نمبر ولا السكند نمبر ولا الثيرد نمبر؟ خبى والله يا مستر النمبر الاولاني. استاذنك بس تجيب استيكه اللي مامتك جايبها لك وتمسح عندك فعلا اول نمبر. الكلام ده بالظبط في الامتحان تقعد تعمله او في الايه في الكتاب او في الهوم ورك والكلام ده كله. اوكي؟ وبعدين هو انا خبيت ال6 عشان خاطر اجيبها، كنت بعمل ايه؟ ال2 وال3 دول بعمل لهم حاجه. هل ال2 وال3 دول مثلا بعمل لهم بلس؟ هتقول لي والله يا مستر لا. طب بعمل لهم ماينس؟ لا. طب ديفايدد؟ لا. امال بتعمل لهم ايه؟ بتعمل لهم تايمز. يعني انت يا مستر لو عملت 2 تايمز 3 هيديك 6. ايوه صح، الله اكبر عليك. ايوه بعدين يا مستر، فطالما ده ديفايدد ده نفس الكلام بالظبط، يبقى انت تعمل النمبر ده والنمبر ده تعملهم برضه تايمز يديك النمبر ده. يعني لما تعمل ساعتك ده تايمز ده هيديك الحل هنا. يلا كنسل 5 مع ال5 عشان دي طبعا تايمز، اتبقى عندك 1 اوفر 7 بس وخلص.
عارف ليه؟ عشان 1 times 5 equal 5 over 49. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ احنا كنسلنا ايه؟ لا لا صح على فكره، صح عادي. عملنا ده تايمز ده. لو عاوز تتاكد بتحلها ازاي؟ بتعمل ديفايدد بقى اللي هي كيب تشينج فليب عادي اه. كيب تشينج فليب. بص كده اتاكد، تعالى 1 over 7 times 7 over 5. هتكنسل ده مع ده هيطلع 1 over 5 اللي هو اصلا عندك الحل بتاعك الصحيح. يبقى انت لو عندك الاثنين جنب بعض معمل لهم ديفايدد، بتحط سؤال زيه بالظبط في الديفايدد وبتشوف هو لغى مين، هل يا ترى اتعمل ديفايدد ولا اتعمل ايه تايمز. لو انت طبعا عاوز تحفظ احفظ براحتك عادي. لو انت عاوز تجيب الاول نمبر اعمل لهم تايمز، عاوز تجيب النمبر الثاني بتعمل لهم ديفايدد. تمام؟ طيب نفس الكلام بالظبط هنا من غير حفظ خالص. بتعمل ايه؟ بتخترع انت عندك سؤال من عندك اللي هو ايه؟ مثلا 6 divided 2 equals 3. هو خبى يا مستر باسل مين؟ خبى ال2 المره دي اللي هو النمبر الثاني. اجيبها ازاي؟ 6 وال2 مستر هعمل لهم ايه بقى المره دي؟ هعمل لهم ديفايدد. او 6 وال3 مستر هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم ديفايدد صح؟ كده همسك عندي 1 over 2 هعملها ديفايدد 5 over 8. يلا كده معايا؟ يلا مستر تعالى. 1 over 2 divided 5 over 8 نحلها عندنا ازاي؟ يلا كيب. يبقى 1 over 2 تنزل زي ما هي، نخلي divided times 8 over 5. يلا نحليها مستر equal 8 over 10 وخلصت على كده. بس كده. الحمد لله رب العالمين كده خلصنا ليسون 3 بكل افكاره وبكل اسئلته. ناقص بس انت سعادتك تحل عليه كويس جدا. لو انت معايا في المنصه او في الاونلاين او في السنتر فانا بقول لك حل الهوم ورك اللي عليك يا حبيبي وارفعه على المنصه. ولو انت مش معايا وحابب تنضم لنظام الاونلاين سيستم بحيث حد يتابع معاك الهوم ورك، حد يتابع معاك الاسئله، حد يعمل لك امتحان كل سيشن، حد يقعد معاك في الزوم ويكلمك وكده، فانت كلمني بسرعه على الواتساب على الرقم بتاعي عشان خاطر تشترك معانا في نظام الاونلاين او نظام السنتر او نظام المنصه. شكرا جدا ليك. معاك مستر باسم من قناه باس ماس ومع السلامه.